السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم عن الحسد، ويا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. اللايك يا جماعة قبل ما اتكلم على الموضوع، اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني ويشترك في القناة يا جماعة. بص يا جماعة، الحسد ده يعني اكتر من السحر، اكتر من ان انت يكون معمول لك عمل. الحسد ده اعوذ بالله بدخل الرجل القبر. يعني الواحدة تشوف الواحد كده او الواحدة ما بتصليش على النبي ولا بتقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، يعني العين بتصيب على طول. تمام. فالواحد لازم يصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام لما يشوف الحاجة، او يقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. تمام يا جماعة. طيب ان جالك في المنام او شفت في رؤية خرم في جلابيتك، اعرف ان ده حسد. حسد في عيشتك، حسد في بيتك، في عيالك، حاجة ان ربنا بيلهمك ان ده حسد. تمام. يبقى تعملي الرقية الشرعية. طيب لو شفتي زي عين في الباب بتاعك، مش العين السحرية، لا، في حاجة زي دايرة عين، حاجة معمولة في، اعرفي ان دي بردك حسد. لو جالك الإبرة بتاعت الخياطة في المنام وشفتيها، ده حسد، لأن العين بتاعت الإبرة، الخرم بتاع الإبرة ده حسد. تمام. لو شفت ان انت واقعة في حفرة او في حفرة قدامك، ده حسد، لأن سيدنا يوسف عليه السلام اخواته من الحسد رموه في البئر، فده بيبقى دليل على الحسد والغيرة. تمام يا جماعة. طيب لو شفتي نمل كتير بكثرة في مكان في بيتك جدا، ده حسد، محسودة في عيشتك كلها. طيب لو بتتكلمي يعني لو شفت ان انت بتتكلمي في التليفون وحسيت ان البيت هيجي عندك، ده كله اللي انت بتكلميه ده ممكن يكون هو اللي بيحسدك، لانك انت اتكلمت، ممكن قلتي حاجة وانت مش واخدة بالك اتحسدتي. تمام يا جماعة. ده حسد. كسرة يعني مثلا اقول لك على حاجة، لو شفتي العنكبوت في بيتك بكسرة، ده حسد، لان العنكبوت ده دل على حاجات كتير، بس هو بيشبكه كده تبقى واحدة فردة خيطة عليك كلها، حاسداكي في عيشتك كلها، ده بيبقى دليل على الحسد يا جماعة. تمام. طيب لو شفت ان انت يعني في المنام جالك ان انت مخنوقة او بتصوتي بصوت مش طالع منك، مخنوقة بالصوت ده تكوني يعني ده حسد. ده كل علامات الحسد يا جماعة. تقوموا تلتزموا بالرقية الشرعية وسورة البقرة والمعزتين، ربنا يا رب يفك ضيقتكم وضيقتنا كلنا. دي كلها حاجات ترمز ليك ان في حسد في بيتك. كل يعني الحاجات دي كلها دالة على الحسد. طب لو انت جالك في المنام ان انت عندك حاجات كل ما بتبص تلاقي الحاجات دي بتتكسر، بتقع، تتكسر، بتقع، حسد. حسد. تعرفي على طول، تقومي على طول ترقي بيتك وترقي عيالك وتقري القرآن وتفتحي القرآن، لان ده بيبقى حسد، حسد كبير. وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا يا جماعة. والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. اللايك يا جماعة.